right there on top of the moon. We could sit and do nothing. السلام عليكم ناسي وحبابي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أجيو معايا نكملوا حكاية أبو الحسن علي بن بكار وشمس النهار مختارة الخليفة هارون الرشيد. في المرة اللي فاتت حبسنا كي راحت الجارية تاع شمس النهار بأمر منها لمحل بن الطاهر باش تعرضه هو والأمير أبو الحسن لقصرها. الحاصون ابن الطاهر لبى الدعوة بكل لباقة، والأمير أبو الحسن يتبع فيه وفي الجارية بدون حتى ما يفكر. كي قربوا يوصلوا للقصر، الجارية مشات شوية خطوات بعيدة عليهم. دخلوا للقصر الكبير تاع الخليفة هارون الرشيد، وملتما الباب القصر اللي صغر منه الخاص بالمختارة شمس النهار. دخلتهم الجارية القاعة كبيرة ودعتهم يقعدوا ويرتاحوا. الأمير حسب روحه في قصر مقصور الجنة من كثرة جمال المكان، البساطات، المخدات المطرزة والمطارح الله، وداك الآتات والزخرفة اللي في الحيطان والسقف بواحد الجمال يسلب العقول. ووقت قصير جاز عليهم على هذيك الحالة من الذهول، جات ليهم جارية كحلة وحطت لهم طابلة مفرشة بفراشات فخمة بلوان زاهية ومنسجمة، وأطباق من أشهى وألذ المأكولات. وكي بداو ياكلوا، الجارية بقات واقفة قدامهم تعرض فيهم على الأكل وتشوف طلباتهم، وجارية واحدة أخرى تسربي لهم ما لذ وطاب من الشراب. كي كملوا الماكلة، الجارية قدمت لكل واحد فيهم ماعون ومشرب تاع الماء مخدوم بالذهب باش يغسلوا يديهم، وزادت قدمت لهم مشرب آخر مخدوم هو تاني بالذهب ومرصع بالماس وحجار كريمة من روبي فيه ما ورد وياسمين، يرشوا بها على ملابسهم ويجوزوا على لحيتهم ووجههم كيما يقولوا العادات. كي كملوا جاتهم الجارية حافظة سرار شمس النهار وطلبت منهم يروحوا معاها، وفتحت باب القاعة اللي كانوا فيها ودخلوا صالون كبير وواسع بطراز رائع ومذهل. السقف قبة كبيرة مشدودة ب100 عمود بالرخام البيض والمرمر. القاعدة تاع الأعمدة مزينة بحيوانات بالذهب مصنايف منوعة، يمام، أسد، الخيل إلى آخره. الحصيرة غير عادية كبيرة بكبر الصالون، في الوسط مخدومة بالذهب الخالص، وفي الحواشي مزينة بباقات الورد من الحرير باللون الأحمر والأبيض كيما لون القبة من الفوق. وبين كل عمود وعمود كاين أريكة قدامهم مزهريات كبار من الخزف والكريستال والرخام. كاين تواقي كبار بستائر من النوعية الرفيعة والغالية يطلوا على الجنينة، وواش من جنينة، الممرات ديالها بالحجر الصغير بالوان مختلفة. وفي الاخر تاع الجنينة كاين صخرة كبيرة يخرج منها الماء ويمشي مع القاعة حتى يوصل لزوج بسانات بالبرونز الذهبي، واحد على اليمين والتاني على اليسار، يتعمروا بداك الماء. الورد على كل لون، الشجر والعصافر يغنوا، الهوا نقي، واش نقولك، جنة فوق الأرض. الأمير وبن الطاهر مدهولين ومسحورين بالمنظر، حتى وين يشوفوا جماعة عنسة بالباس أنيق وجميل يمشيوا في الجنينة، وكل وحدة فيهم قعدت فوق كرسي مخدوم من الخشب تاع البلاطان من الهند مشبح بخيوط الفضة، وكل وحدة حاكمة آلة موسيقية من نوع، يستناو في الأمر باش يبداو العزف. هنا ابن الطاهر قال لأبو الحسن: هاد القصر اللي راك تشوف فيه بناه الخليفة هارون الرشيد خصيصا لشمس النهار، وسماه قصر الحب الأبدي. وشمس النهار امرأة حرة ماشي كيما كامل الجواري، عايشة بكل حرية، تخرج وتدخل الوقت اللي تحب دون إذن،
حتى الخليفة ما يجيهاش حتى يكون عطاها خبر من قبل. أنا حبيت نقولك الشي هذا باش بالك يكون مهني وتتمتع بكل دقيقة في هاد العرضة. وهما على هاد الحالة حتى جات الجارية المخيرة عند شمس النهار وعطات أمر للجاريات يبداو العزف والغنى. غناهم وعزفهم كان حنين وعذب، حتى الأمير دمعت عينه وحس باللي هو المقصود بالكلمات. شوية ووقفوا الجاريات وبداو يغنيوا بهاد الكلمات. القمر بكماله راهو جاي بنوره المشع وقريب راح يتقرب من الشمس. يمعنيو على شمس النهار أنها قربت تدخل وقريب يكون للأمير الشرف باش يشوفها. وبالفعل كي دار الأمير وبن الطاهر شافوا من جهة الساحة الكبيرة، لاحظوا الجارية المفضلة تتقدم وموراها 10 جاريات سود رافتين عرش كبير بالفضة الصلبة مخدوم بدقة وحرفية متفانية، وحطوه قريب من الأمير وبن الطاهر وراحوا. خرجوا موراهم 20 جاريات لابسين لبسة موحدة بجمال رائع، انقسموا لزوج قسام، 10 على اليمين و10 على اليسار، وكل وحدة فيهم حكمة آلة موسيقية يمشيوا باللاتي ويغنيوا. ثواني قليلة ومن نفس الباب خرجوا 10 جاريات يهبلوا في الزين واللبسة بالطبع. سنوا قدام الباب شوية حتى خرجت المختارة الأولى للخليفة ووقفت في الوسط. عرفوها من الهيبة والرزانة في مشيتها ولباسها الملكي اللي كله الماس وذهب وأحجار كريمة. بصوت منخفض قال أبو الحسن بن الطاهر: راك تشوف هاد القمر المصور، هاد الزين المسرار، هذا هو سبب عذابي. كي نشوفها نحس الروح راح تخرج مني، نولي نرعش ندوخ نفشل. يهدر والدموع يطيحوا من عينيه. ابن الطاهر قال له: يا أمير، دير في بالك حاجة وحدة، باللي اللي ما هو ليك غير يعييك، ومن هاد العرضة لازم تقنع روحك باللي هذا راهو شرف كبير مشمس النهار، مختارة الخليفة الأولى لينا، وما كان موراه حتى حاجة أخرى غير الكرم والجود. هكذا ما يوجعك قلبك، ما تمرض روحك. على هذا لحقت شمس النهار وقعدت فوق العرش، ميلت راسها شوية وحياتهم بكل أدب، وحطت عينها على أمير الفرس وما نحاتهمش. على قد ما كانت تشوف فيه على قد ما كانت تفهم وتتأكد من مشاعره من جهتها وتفرح. أخيرا نحت عينها منه وطلبت من الجاريات بإشارة منها يبداو في الغناء. كلام القصايد كان كامل معاني وشرات على الإحساس اللي كان يجمع أمير الفرس وشمس النهار. كي كملت الأغنية الأمير شاف في جارية حاكمة آلة العود وقال لها: راح نغني، تبعيني بالعود. بدا يغني وكلام قصيدته كان يعبر على قوة حبه للجوهرة شمس النهار والإحساس اللي راه يعذب فيه. كي كمل الأمير شمس النهار دارت كيما هو وبدات تغني، والشي هذا زاد هب الأمير كتر وكتر وغرق في بحر حب شمس النهار، كأنهم تصارحوا بحبهم لبعضهم من خلال القصايد. على هذا قامت شمس النهار وشافت في الأمير ودخلت للقاعة الكبيرة. تبعها الأمير وهو متسرع. كي وصلوا للقاعة شدوا يدين بعضهم، ومن قوة ما الإحساس كان كبير داخوا بين زوج وكانوا راح يطيحوا في الأرض لو كان ماشي الجواري اللي كانوا يتبعوا فيهم سندوهم وحطوهم فوق الأريكة يرشوا فيهم بالماء المعطر باش يفطنوهم. غير فطنت شمس النهار بالخلعة
كي ما شافتش بن الطاهر اللي جبد روحه شوية على خاطر الحشمة والحرمة تسقسي عليه وين راح. كي علم بن الطاهر أن شمس النهار طلباتو تقدم وراح لها، شافت فيه شمس النهار وقالت له: ابن الطاهر، معروفك وجميلك ما راحش ننساه طول عمري، وبالأخص أنه بسبتك اللي عرفت أمير الفرس وحبيته بكل جوارحي، وخيرك راح يوليلك وبالزيادة. ابن الطاهر ما قال حتى كلمة، لكن حبت راسه وبكل عمق وأدب حياها على الكلام اللي قالته. شافت شمس النهار في أمير الفرس وقالت له: يا سيدي، راني متأكدة أن الشعور اللي بيناتنا راهو متبادل، وتحبني بقدر حبي ليك، وعلى قد ما هذا الحب والإحساس عزيز على قلبي، على قد ما راح يدينا الحزن دائم وكبير ما له دواء. علينا غير نبقاو هكا حاملين في قلوبنا هذا الحب الدافي حياتنا كاملة، نستناو وش راح يكتب ويقدر علينا ربي سبحانه، ونرضاو بالقضاء ديالو. جاوبها الأمير وقال لها: يا لالا، ما تشكيش ولا لحظة في مدى حبي الكبير ليك، راهو مربوط بروحي ويقعد هكا حتى بعد ما نموت، ولا شي أو إنس راح يبعدني عليك يا لالا. كي كمل كلامه عينيه فاضوا بالدموع، وحتى شمس النهار. هنا ابن الطاهر باش يخفف عليهم قال لهم: يا جماعة، في مكان ما تبكوا تمتعوا بكل دقيقة وانتم فيها مع بعض. هنا شمس النهار وبإشارة منها الجارية حطت وجبة خفيفة من الفواكه وأطيب العصير. شمس النهار خيرت أجمل فاكهة وقدمتها لأميرها أبو الحسن، وهو دار نفس الشي معها، وعرضت على ابن الطاهر باش يدنا وياكل معاهم. ومنها أشارت للجاريات باش يبداو الغناء، ومن كثرة ما اللحن كان عذب وحنين والكلمات تقطع القلب، في زوج فيهم بداو يبكيو بحرقة، حتى وين جات ليها الجارية حافظت أسرارها وقالت لها أن مسرور وتنين ضباط ومعاهم الكثير من الخدم من القصر الكبير يطلبوا يشوفوها، مبعوثين من طرف الخليفة وأمير المؤمنين هارون الرشيد. أمير الفرس وابن الطاهر كي سمعوا كلام الجارية لونهم تبدل وبداو يترعدوا، وعلموا أنه نهايتهم قريبة. شمس النهار باش تهنيهم وتريحهم شافت فيهم بهدوء وتبسمت لهم. وانا نقول لكم حبابي وناسي، نحبسوا هنا اليوم ونعطيكم موعد ان شاء الله في الجزء الثالث اللي راح يكون فيه احداث كثيرة. خليت لكم الصحة والراحة وتبقوا على خير.